يلا النهاردة هنعمل مع بعض ساندوتش البطاطس السوري القمر ده، وهنعمل كمان التومية مع بعض. اول حاجة معايا كزرولة على النار، حطيت فيها كوباية مية من الحنفية وحطيت عليها معلقتين من النشا كبار، وهبدأ ان انا اقلبهم بالمضرب على البارد الاول، وبعد كده هولع نار متوسطة وهفضل اقلب فيها، مش هسيبها خالص عشان في ثانية هتلاقوها ان هي ابتدت تبقبق وتتقل قوي اهو زي ما انتم شايفين كده في لحظة بالشكل ده. ويا ريت الخليط يبقى ناعم وخفيف كده، ما يبقاش تقيل قوي وما تقدروش تقلبوه، لا كده افضل، بحيث ان هي تبقى كريمي بعد كده ما تبقاش مشققه وتقيله قوي. تمام. بعد كده جيت في الخلاط حطيته بعد ما دفي او بيرد خالص معايا، وعليه فصين من الثوم وعلبه من الزبادي ومعلقه كبيره من المايونيز ومعلقه كمان من الخل ومعلقه صغيره من الملح، وشغلت كده الخلاط على سرعه برضو متوسطه، وابتديت ان انا انزل بيه خيط رفيع قوي قوي من الزيت. هتحس ان هي خفيفه كده دلوقتي، بس هو ده القوام المظبوط. هحطها في التلاجة شويه قبل ما اجهز بقيه الحاجات معايا، اللي هي بطاطس محمره عاديه جدا وعليها شويه توابل، وقلبتهم كده مع بعض، وكمان التوميه وبعدين خيار مخلل متقطع مكعبات، وعيش اللي هو اللبناني، ممكن سوري ممكن فرنساوي، اي عيش متوفر. بس انا قلت اجربها المره دي في اللبناني. بعد كده معايا هنا معلقتين كبار من الكاتشب ونص معلقه صغيره من الشطه البودر، ممكن تحطوا تشيلي فليكس لو فيها هريسه، لو حابين الحاجه حاره مفيش اي مشكله. بعد كده هبدأ ان انا احط التومية وعليها البطاطس وعليها الخيار المخلل وشوية من الكاتشب، وهنزلهم هلف الساندوتش واحطه في الجريل بالشكل كده اللي انتوا شايفينه دوت. هياخد معايا تبصيمه حلوة قوي قوي قوي. ما تنسوش الشير واللايك والمتابعة. ادعموني بلايكاتكم ومتابعتكم عشان نعمل كل يوم وصفات جديدة ونعمل كل جديد. تمام. بعد التبصيمة القمر ديت اتحمص وكان خفيف وهش جدا جدا، شكله روعة وطعمه كان روعتين. جربوه ان شاء الله يعجبكم، ينفع غدا سريع عشا سريع جوه اخر الليل.